يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ ما رحناش بعيد يعني. استنينا لما الحفله كلها خلصت والدنيا كلها خلصت. طبعا مبروك لجماهير النادي الاهلي بالفوز بنتيجه 2-0 على الغريم التقليدي نادي الزمالك. ولكن خليني اقول لكم في المجمل مباراه حلوه. في المجمل الماتش جميل، الماتش فيه كوره، الماتش فيه لعب. اثنين مدربين شغالين. يعني انا اللي عاجبني زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو الاولاني يسرب شغال وحاط التشكيل وحتى تغييراته. الراجل غير تغييرات برضو. يعني احمد عبد الرؤوف غير 3 تغييرات بصراحه قلبت المباراه. بزيرا لما نزل هو لعيب كويس جدا. طبعا كان نازل مصاب. في نفس الوقت سحب اللعيبه اللي خلاص ما بقاش عندها جديد زي شيكو بنزا. زي ما قلت لحضراتكم عمرو ناصر كان لازم يطلع ينزل سيد الدين الجزيري، ده حصل الحمد لله. والناحيه الثانيه قلت لحضراتكم جراديشار يطلع وينزل محمد شريف، لان محمد شريف بالنسبه للنادي الاهلي هو كعبه عادي شويه على نادي الزمالك. خليني اقول لكم اللي حصل ان محمد شريف ما نزلش، الراجل خاف يغامر بيه فنزل طاهر محمد طاهر. وطاهر محمد طاهر كان نازل يا جماعه وهو في قمه تركيزه يا ابو سلام. كان نازل في قمه تركيزه جدا جدا جدا. كان ليه عامل مؤثر جدا في المباراه. محمد بن رمضان كان نازل برضه مؤثر وكان شغال. عايز اقول لك من الناحيه الثانيه التغييرات اللي عملها احمد عبد الرؤوف كانت متاخره شويه. هي اتت، خلينا مش هنقول اتت بسرعه، لكن غيرت شكل نادي الزمالك شويه. غيرت شكل نادي الزمالك. نزول بزيرة مع وجود راس حربه زي سيف الدين الجزيري متحرك فبيتعب المدافع اللي هيمسكه. في نفس التوقيت عندك ناصر ماهر، في نفس التوقيت كان عندك عبد الله السعيد برضه قبل ما يغير. فالراجل عمل تغييرات بصراحه قلبت الملعب وخلى نادي الزمالك يمسك كوره وكان خطير، خلينا نقول الحق. ولكن تعالوا نشوف الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه يثرب بصراحه ربنا ابو يحيى منور الدنيا. يثرب الراجل برضه عمل تغييرات ولكن في محلها. بمعنى معنى ان هو ما عملش تغييرات كده وخلاص، لا، هو سحب جراديشار ونزل طاهر. وطاهر ما تعرفش هل هو بيلعب وينجر، هو بيلعب راس حربه، ولا اشرف بن شرقي اللي بيخش، ولا اللي بيخش زيزو. ما تعرفش الدنيا فيها ايه او الليله فيها ايه او مين اللي بيكمل. فكان بالنسبه للمدافعين نادي الزمالك ان الدنيا مش مظبوطه، مش عارفين مين راس الحرب، مفيش راس حرب صريح. ده ادي واحد. اثنين، خروج محمد اسماعيل ونزول حسام عبد المجيد برضه اثر شويه في دفاع نادي الزمالك. هتقول لي ازاي؟ اقول لك من اول الماتش ومن اول السيزون يعتبر حسام كان بيلعب، ولكن محمد اسماعيل كان بيلعب على طول جنب الونش. هو نزل لولا محمد اسماعيل اتصاب طبعا، راح منزل حسام عبد المجيد ومضطر ان هو ينزله. عايز اقول لكم على المفاجاه ان حسام عبد المجيد اصلا كان بيلعب وهو مصاب. حسام عبد المجيد كان بيلعب وهو برضه مصاب، حس امبارح كده في التمرين، نهايه التمرين دي اصابه، كان بيلعب وهو برضه مصاب. احمد عبد الرؤوف ما عرفش يستغل الورق اللي معاه في اسرع وقت، بل بالعكس تغييراته اتاخرت جدا. ابتدى يعمل تغييرات لما لقى ان الماتش بيهرب منه. عايز اقول لك برضه النادي الاهلي كان حب يدوس والراجل كان حب يدوس ويجيب التالت، كان جاب التالت، ولكن طبعا تريزيجيه شد في العضله الخلفيه. او اول ما حصل حس بشد عشان خاطر طبعا المنتخب، الراجل طلب ان هو يتغير بعد الكره الار2 اللي عملها. فطلب ان هو يتغير. طبعا هو حب يقفل برضه الناحيه الثانيه ناحيه بزيرة لما راح ناحيه محمد هاني، لان كل يعني هو في مشكله في الحته دي. هو ايه المشكله؟ ان محمد هاني بيطلع قدامه مفيش حد بيغطي من وراه، واللي بيروح من هناك بيبقى سليم. يعني شيكو بنزا عملها الشوط الاول لكن اختفى تماما الشوط الثاني، ملوش تاثير. الناحيه الثانيه ناصر ماهر برضه اختفى تماما مفيش تاثير. عمرو النصر ما كانش ليه دور. الثلاث تغييرات بقى اللي عملها بصراحه الكابتن احمد عبد الرؤوف لا غيرت شكل نادي الزمالك. الزمالك ابتدى يمسك كوره، الزمالك ابتدى يبقى خطر. نزول سيف الدين الجزيري فتح الملعب بالنسبه لنادي الزمالك. النادي الاهلي طبعا راس حربه سيف الدين الجزيري متحرك مقلق. عمرو النصر كان رامي نفسه في حضن بتاع نادي الزمالك. الناحيه الثانيه الراجل حب يامن نص الملعب فنزل طبعا محمد بن رمضان، وفي نفس التوقيت حب يامن ورا برضه فقلبها 5-3-2 زي ما عمل في ماتش سيراميكا كليوباترا عشان خاطر يقفلها ضبه ومفتاح، ونجح ان هو يعمل الكلام ده. عايز اقول لك ان هو ساب زيزو، لان زيزو النهارده من احلى مبارياته سبحان الله. الراجل النهارده عامل اسيست حلو جدا جدا ليه بن شرقي الجول الاولاني. زيزو من احسن مبارياته النهارده. كان متحرك، كان بيلعب حر، ما كانش متأيد يمين او شمال. فالراجل سابه النهارده، اعتمد عليه على سرعاته برضه.
هو وطاهر محمد طاهر، ان انا لسه برضه عند رايي ان الربع ساعه اللي نزلها طاهر يا جماعه، او الخمس دقائق اللي نزلها طاهر، او خلينا نقول 10 دقائق، او خلينا نقول الساعه اللي نزلها طاهر، كان مؤثر جدا 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 بالنسبه لخط هجوم النادي الاهلي. كان مؤثر طاهر. طاهر نزل في الدقيقه 60 اعتقد، يعني لعب بتاع 30 دقيقه نص ساعه. فطاهر كان مؤثر جدا جدا عند نزوله. هارد لك طبعا لجماهير نادي الزمالك، مبروك لجماهير النادي الاهلي السوبر رقم 16. عايز اقول لك ان زيزو من اكتر اللعيبه اللي لمست الكوره في المباراه. زيزو اللي خد مان اوف ذا ماتش، اعتقد اشرف بن شرقي يستحقها على فكره، من اجمل مباريات اشرف بن شرقي. يعني بعيدا عن الجول، تحركاته، فنتاته، بيفتح الملعب حلو جدا 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 يا يحيى لمحمد هاني ويطلع. فلا بصراحه، والنهارده الاجمل والاجمل بالنسبه لي التابلو واللوحه اللي كان عاملها الجمهورين. الجمهورين كانوا عاملين لوحه قويه وكويسه جدا 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 في التشجيع، وكانوا عاملين كل حاجه حلوه بصراحه تخلي اللعيبه تلعب كوره. النهارده كان ماتش فعلا فيه لعب الكوره. خليني اقول لك برضه عشان اختار محمد عواد ما يسالش عن الجولين. محمد الشناوي لازم يراجع نفسه في قراراته. يعني برضه تاني انا بتكلم، يعني انا بتكلم عشان خاطر المنتخب. محمد الشناوي لازم يراجع نفسه في قراراته. الجول، الكره اللي طلعت وخبطت في الايد دي كانت ممكن تتحسب والكلام ده كله. فلازم محمد الشناوي يراجع نفسه في قراراته في الطلوع. عنده تاخير سن. احمد حسن كوكا النهارده حاول يمسك بزيرا، بس خليني اقول لك ان بزيرا النهارده كان خطر شويه من الماتش اللي فات. الماتش اللي فات احمد كوكا كان قافل عليه جامد جدا. ياسين مرعي وناصر كانوا كويسين جدا جدا النهارده في خط الدفاع. حاولوا يقفلوا على قد ما يقدروا، حاولوا يقفلوا بالاخص ورا محمد هاني. الشناوي خلينا نقول ما راحتش عليه كور خطيره، غير يعتبر هم كورتين يعتبر في الشوط الاولاني من شيكو بانزا. نادي الزمالك كان فيه حاجه خطر. نادي الزمالك ما كانش ليها حاجه خطر، ما فيش حاجه خطره تقدر تقول الشناوي شالها او كره خطيره او غير الكره اللي جت في الايد ودخلت في الجول والحكم الفرصه استدعاه ولغى الهدف. وهي بصراحه في ايده مش هنتكلم كتير. فتاني وتالت ورابع النادي الاهلي لعب، نادي الزمالك لعب. النادي الاهلي عنده سكواد، عنده امكانيات. النادي الاهلي كان عنده الرغبه الاقوى ان هو يفوز النهارده. النادي الزمالك حاول ان هو يفوز النهارده، ولكن خليني اقول لك النادي الاهلي كان يستحق الفوز عن جدار، انتشار في الملعب، قطع كور، قطع الكره الثانيه، لعب جامد جدا جدا. انا بالنسبه لي احسن برضه لاعب في المباراه كان مروان عطيه صاحب الجول الثاني. مروان كلل مجهوده من الفتره اللي فاتت دي كلها بهدف جميل جدا 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 وسجل في التاريخ. ومروان عطيه خلي بالكم برضه بيحاول يشوف من بعيد الكلام ده كله، بس المره دي مروان كمل. ودي حاجه جديده، ده شغل مدرب، ده شغل مدرب. فالنهارده كل حاجه كانت حلوه، المباراه كانت حلوه. وتاني وتالت ورابع الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. هارد لك لجماهير نادي الزمالك، مبروك لجماهير النادي الاهلي على المدير الفني. لعب النهارده بثلاث يعني خلينا نقول بثلاث خطط. ابتدى ب 4-3-3 وساعات بتحول 4-2-2، بعد كده في الاخر قلبها ل 5-3-2 او قلبها ل 4-3-3 برضه. فلا النهارده بصراحه الثروب يتفوق على احمد عبد الرؤوف. الثروب مدير فني محترم، مدير فني يعني ممكن يكون نقول النادي الاهلي لقى ضلته في يسره. عارف امكانيات لعيبته، عارف يستخدم اللعيب ده امتى. والراجل حتى في كل اصحابي قال لك انا لسه برضه ما عرفتش كل امكانيات لعيبتي. فخلينا نقول كل العوامل دي ادت الى نجاح النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بالبطوله. ولكن خليني اقول لجماهير النادي الاهلي بلاش النشوه تاخد جماهير النادي الاهلي. محتاج برضه مهاجم ده صراحه. وليا راي ما تنسوش حمزه عبد الكريم. ده رايي التاني بجانب المهاجم طبعا اللي هيجي. تاني حاجه محتاج باك شمال، محتاج باك شمال. الدفاع بقى هم حابين يجيبوا، حابين مش حابين براحتهم. نادي الزمالك انا شايف ان نادي الزمالك يعني محتاج جوده لعيبه اعلى شويه. اللعيبه اللي موجوده كويسه وكل حاجه، لكن نادي الزمالك اللعيبه اللي بتلعب فيه جودتها هتبقى اعلى شويه. يعني انا بصراحه مش عارف اقول ايه. طبعا احمد عبد الرؤوف شغال في وقت صعب جدا جدا جدا، انا بعذره.
لكن ان هو تحلى بالشجاعه ولعب بالطريقه دي. بقول له طبعا مبروك على الشجاعه ومبروك على إن انت لعبت قصاد الاهلي. طبعا انا عارف وبقول لها مرارا وتكرارا، عمرو عبد حاول ياخد المباراه زي ما خد المباراه بتاعت بيراميدز دي ضربات الجزاء، لكن مع النادي الاهلي غير سكواد قوي، كانت لعيبه عاليه جدا جدا جدا. عايز اقول لك اللي على الدكه يا كابتن احمد اقوى من اللي بره، اللي على الدكه اقوى من اللي بيلعبوا في الملعب. تمام. فالف مبروك للنادي الاهلي، مبروك لنادي الزمالك، الف مبروك للنادي الاهلي، مبروك تاني لجماهير نادي الزمالك. ده كده تحليل على السريع بتاعت محمد حاتم. سلام.